السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، صباح الخير أينما كنتم. رجعنا لكم بفيديو جديد مع راكس بسيوني والتفاصيل أما حدث، وبرضه اتطرق تاني على قمة مصر اسمها المرغني، يعني كلام كتير شديد وكلام مهم كده أعرفهم نسمع كلنا سوا. طب بعدك نرجع للموضوع. طبعا من نمس هون مجرد ما جاتهم دعوه هنا ادوهم بالحته اللي فيها الحديده خلاص. لكن ما بيظهروا لك انك انت انتصرت عليهم، لازم يقرفوك. بيقرفوك بشنو؟ بيحولوا لك بالاشاعات هزيمتهم لانتصار بالاشاعات. يقرفوك انت، بس انت تقرف وانتصر. كيف؟ طوالي طلعت لك قالوا تعال 3 شهور هدنه. انت منطق بس منطق، مشيها معي منطق. 3 يوم الجيش رفضها، يوم واحد الجيش رفض، يجي يعملها 3 شهور. 3 شهور هي شنو؟ هو الجيش انتهى الان، المعارك خلصت. عثمان مرغني منو اللي بيحدد مصير شعب سوداني؟ انت عندك الغمه قدامك اتعملت، سمحت واحد قال 3 شهور؟ البيان الختامي لما انتهى سمحت فيه السيسي قال 3 شهور؟ ما قال 3 شهور ولا قال يوم. الكلام اللي قاله البند الثاني يا هند المختصر المفيد، قال لك يا شعب يا سوداني ان السودان ده ما في تدخل من برا. خلاص احنا دايرين، بس شفت ما في تدخل من برا، والسياده السودانيه سياده، والقضيه دي داخليه، والموضوع انتهى. ده كل الخطاب. لكن ما تجيني تالف لك حاجه ولا سايقين جروبات قحاطيه، لانه ده شغلهم. احنا وعيناك، خشومنا ده وجعنا. ما تمشي ورا الاشاعات، انسخ والصق ما نافعه. احنا بنديك الحقيقه. انت دار تسمع الكذب، امشي اسمع الكذب. القحاطي مهزوم، لكن ما بتشوف الهزيمه في وشه. ما بيمشي طوالي بيحول الهزيمه دي لاشاعات، بيقرف حياتك. قالوا بعد شويه طلعوا عليك في قناه الجزيره، ادخل السيادي، صفحه السيادي عندهم صفحه، ادخل السيادي جوا شوف في كلام عن الليله. ما في المجلس السيادي اللي بيصرح منه بالنيابه عنه. هل المجلس السيادي عنده ناطق رسمي؟ ما عنده. منو صرح؟ هل المجلس السيادي هو بصرح براو؟ ما بصرح براو. هل في خطاب طلع من المجلس السيادي؟ ما في خطاب طلع. سمح بيجيبوا الكلام ده من وين؟ انت عن نفسك عشان انت ما تكون. خلونا القنوات دي بتكتب يوم ذاك انت طالع في الشارع، طالع لشنو؟ دعما للجيش، جمعة الغضب. كاتبينها لك شنو في قناة الحدث؟ كاتبينها لا للحرب. الناس دي اللي عندهم مصداقية، لا عندهم اخلاق. مصداقيتك نفسك طلص الجروبات الواتسابات ما تشتغل به. لا في هدنة 3 شهور، لا في هدنة شهر، لا. اللي بيعمل هدنة ده مع السلامة، هو معاه هدنته. احنا قلناها كلمة وما بنتراجع فيها. هدنة معناته طوالي مع السلامة يا برهان، ولا دقيقة ما بيقعد. والحصل في مصر ده ضربة للقحاطي، لكن القحاطي ما قادر يبكي، بيبكي جوا. انت ما بتشوفه، هو بيبكي جوا، لكن انت ما بتشوفه. الان القحاطي زعلان، زعلان لانه ما نادوه، زعلان لانه همشوا دوره، زعلان لانه ما كان جزء، زعلان لانه ما ذكروه بالاسم. قالوا الكتله كده لا، ما في زول قالوا. الناس دي لما حتى تكلموا عن السياسه وتكلموا عن الحكومه ويتكلموا، خلوا المجال مفتوح. المجال المفتوح ده هنا السر، وده هنا اللغز والسر. لانه مستحيل يجي قحاطي داخل السودان عشان يجتمع، بناكله باسناننا، بننهش كده لحمه. عشان كده انت خليك واعي. الغمه اللي حصلت دي ضربه للقحاطي. القحاطي بيبكي، لكن بيبكي لك جوا، لكن برا بيصير لك انه انتصر. القرار قرار شعب، والحكومه بيختار الشعب، والتفويض من الشعب للجيش. الجيش هو الجهه الوحيده المنوط به يعمل اي حاجه دايره، شاء من شاء وابى من ابى. الجيش هو المفوض الوحيد من الشعب السوداني. شيك على بياض كده، شيك على بياض. ما انت واحد قبيلك كاتب لي وين احنا وقفنا معاه عشان الحرب. انت راجل ما تنزل تشيل سلاحك، انت مالك ني ما تنزل تشيل سلاحك حرب.
انت قال البلد دي حقتك، حقت ابوك، ما في، ده الجيش حقنا وهو المسؤول. لو حارس يوم من الايام تاني واحد يقول لك يلا اكون ودارين حكومه، ما في حكومه هسه مدنيه ولا في ديمقراطيه الان، ما في ولا مدنيه ولا ديمقراطيه، لانها الان ما بتدعم مدنيه في السودان وديمقراطيه، والبلد كلها مخترقه نهاية ما بتدعمل. تدعمل وين؟ البلد 3/4 غرب افريقيا، تدعمل وين؟ البلد 3/4 مخابرات عالميه، تدعمل وين؟ البلد كلها ما معروف السودان منه، من النيجر منه، من المالي منه، من التشاد منه، من الافريق الوسطى منه، ما معروف. وين تدعمل؟ وين ديمقراطيه الان؟ الان احنا دارين بلد الامن والامان، دارين تتنظف البلد، تقعد الدوله السودانيه وتبقى نظيفه، وبعدين نجي نفكر نعمل شنو. لكن الان تفكيرنا كله في بلدنا تتنظف، الجيش يسيطر على البلد، ده كل تفكيرنا، ده ملخصنا، دي حياتنا الان، ده الشغل الشغالين ليه، لا شغالين لسياسه، لا شغالين لمنظمات، لا شغالين لاحزاب، لا شغالين لمدنيه، لا شغالين لمحمريه، شغالين لوطن. بعد النكسه اللي حصلت فينا دي الان وطن، واقفين مع جيشنا، واقفين مع جيشنا، مفوضين جيشنا، مفوضينه. احنا ما شفنا منه حاجه، اللي لقيناه من الجيش، ما لقينا من اي زول ثاني، ما لقينا من اي بني ادم، ما شفنا زول خاف علينا، وما شفنا زول حمانا، وما شفنا زول وقف برا، وما شفنا ناس دفعت روحها ثمن غير الجيش. الجيش يا هو الواقف هسه من سهر الليل، الناس اللي بيحرشوك ديل الناس قاعدين في العواصم بيسكروا الان، ديل الان قاعدين معونا الغازيات، الان قاعدين مع العاهرات، من بار لبار ومن شقه لشقه ومن ويسكي لويسكي، وشغالين الان بيسكروا. انت بيقرفوك بالكذب والطلس والنفاق، وبهناك هم شغالين الان بيسكروا، بيحضروا في الحفلات، بيحضروا في الحفلات، بيحضروا في مصر، بيحضروا ناس بوشي وجايبين لك الفيديو حقه، وبيرقصوا كمان، جايين يقسموك، جايين يعملوا لك حكم فيدرالي وحكم ذاتي، ويوم من الايام بتكون كله اقليم براو. الخلاصه بتاعت الدوله السودانيه كل الناس زي الدون، هاكم شيلوا اقليمكم، شيلوا اقليمكم، نحكموا نفسكم. بعد 5-6 سنة كل اقليم بيمشي، الدوله السودانيه بتبقى هردبيسه، تبقى هردبيسه. الدوله اللي كانت بتخلع العالم وبتخلع كل العالم وخايفين منها، والدوله ماسكه افريقيا دي، والدوله المؤثره على افريقيا، والدوله بتبقى حلم، لاننا نحن دوله بحجم غاره، تعدد الثقافات، لغه عربيه، اثرنا في العالم، هدينا في افريقيا دي، احنا ما في دول هد في افريقيا غيرنا، لاننا نحن لصق مع كم 8 مجاورين، 8 دول، لصق مع اي دوله دخلنا فيها. عملنا جامعه بتاعت افريقيا العالميه، جايبه كل افريقيا مننا هنا يتعلموا، ثقافتنا نقلنا عليهم، هدينا فيهم، علمناهم. احنا ما في زول جا هدى فينا، لا انجليزي هدى فينا، ولا تركي هدى فينا، ولا افريقي، احنا بنهد في اي زول، احنا نيجاتيف، ما بنشيل، بندي. صعب اللي بدينا حاجه الا من فصيلتنا، كذاب اللي بدينا حاجه الا من فصيلتنا. احنا ادينا العالم ده كله زول جانا طلع مننا. هذا الامن بكامل صلاحيته، احتغالات، اي حاجه، ما ده احنا ما ناس جريمه، ولا دايرين فساد، ولا خايفين، لاننا ما عندنا حاجه شينا. انا اخاف من شنو؟ انا ما عندي حاجه بخاف منها. انا ليه ما بخاف من العسكري، ولا بخاف من الشرطه، ولا بخاف من الجهاز، لاني ما مجرم، لاني ما حرامي، لاني ما سكرجي، لاني ما عربيد. انا وطني، قاعد اكل واشرب، وده وطني معروف. عشان كده جهاز الامن والمخابرات يرجع كامل، هيئه العمليات مفروض تكرم قسما بالله. ورواتبنا الفاتت كلها، شفت رواتبنا الفاتت من يوم شالون كلها تتجمع يدوها لهم كاش داون، لانه العمل اللي بيعملوا في ده منعوا سقوط دوله سودانيه مع اخوانهم في الجيش. والله العظيم منعوا سقوط دوله سودانيه، منعوا سقوط الدوله السودانيه. كانت الدوله السودانيه انهارت. الناس ديل وانت عندك سلاح وانت عندك طائرات بيعملوا فيك كده، وبيهدموا بيوتك وبيقتلوا ناسك ما بالك لو كنت الدولة السودانية كانت سقطت.
وكانت انهارت، كنت حتمش وين؟ الناس دي كانوا حيعملوا فيك شنو؟ الناس دي بيمشوا بيخشوا دارفور، اذى الناس دارفور. لما يكونوا منتصرين بيعملوا شنو؟ بيطلعوا الرجال برا بربطوهم، بده اي واحد بدوهم بخيرون تاخذ طلقه ولا تير، بيقول له نجر بده طلقه. بيخشوا للنسوان واحد ورا الثاني، وعندك السلاح مرفوع ولسه ما انتصروا، لسه ولا حينتصروا. شوف بيعملوا في شنو؟ بيحرقوا، بيسرقوا، وديل ما انتصروا. قعدوا في البيوت وعرسوا، وديل ما انتصروا. عندهم 6 7 عمر 14 عملوا لهم طهور طهرون، وديل ما انتصروا. ما بالك ديل لو انتصروا، ما بالك بس انت خد انت ديل لو حيعملوا فيك شنو؟ حيعملوا فيك شنو؟ انت لا حول لك ولا قوه. افتكر انه هيئه العمليات دي رفضت تنزيل، والجيش ده قال والله ما كده لقينا جيشنا كعب، ما تمام، ما قدر. وانت مسك الدقلوا هسه الان الامير محمد حمدان دقلوا، والنائب بتاعه ولي العهد عبد الرحيم دقلوا، وتشاد والنيجر يتحركوا بهناك متحركات 500 تاشر كل يوم 300، والاسر جات ادوك طلقه وطلعوك من البيت وسكنوا اسره نيجيريه. ده المشهد بالكربون اللي بحكي لك ده. طلقه يا قال لا اتخارج. ديل ما بيفهموا لك وطن، وما بيفهموا لك اخلاق، ولا عندهم حاجه اسمها، ما بيفهموا اي حاجه، ما عندهم لك اي حاجه. لو حمدتي قال له نعمله ولا ما اعمله، حمدتي قال لك بلسانه، قال لك احنا عملنا في مليط شنو؟ قال لك خلينا مليط فاضيه. كيف خلوها فاضيه؟ ازعلوا كانت تزعلوا، قول لك كيف خليتها فاضيه؟ نسوانكم كلهم هنا، الخرطوم دي كلها كانت تدور علامات. قسما بربي الذي خلقني، عشان كده انا قدر ما اقول لك انت اعبد ربك واطلع احمي لجيشك ده، واشكر جيشك وبوس راسه واحد واحد. قسما بالله واعملوا لهم تماثيل. تماثيل، شفتوا تماثيل عديل والله ما تدون ولا ذره. ما نحن ما في العمل منو والسوى منو والكبر. برهان غلط، والبشير غلط، والقحاطه غلطوا، لكن اللي كان بيدفع الثمن منو؟ بتدفع انت. بعدين حتيجي تقول ده ما غلط، غلط البشير ولا غلط القحاطه ولا غلط برهان؟ لا، بتدفع الثمن انت. كنت حتدفع انت، حتدفع من شرفك، من ارضك، من عرضك، من وطنك، حتضطر ذليل. الكلام ده كان جايك، الناس اللي لسه عاملين وقاعدين والجيش بيموت وبقدم، الكلام ده كان جايك لانه ده مخطط كامل، ما فيه جزء، لا كله كامل. معروف يسكنوا وين ويقعدوا وين وتطلعوا كده، والاسر تجيبوها ويكون البلد حقكم. اي زول بيلقى له حاجه دي حقته، ده الكلام اللي قالوا لهم. اي زول بيطلع ناس من بيت ده حقه، ده الكلام اللي قالوا فهموا لهم قبل يتفاجئوا بالناس البرهان والجيش. الحاجه تفهموا لهم قبل ما يتفاجئوا بالحرس الرئاسي والشراسه اللي قدموها 35 ضد 200 تاتشر. كانوا فهمون، قال لهم شوفوا اي واحد يلقى له حاجه حقته، اي واحد يلقى له بيت تفضل ده بيتك سكنك خلاص تجيب اسرتك. ده الكلام اللي قالوا له، ده الكلام اللي وصلوا لهم، دي المعلومات اللي قالوا لهم، دي الحوافز. خلاص ضمنوا انه انت اتهجرت، انت اتهجرت خلاص. الان احنا لما نقول لك اطلع فوض جيشك لانه يستاهل، لانه لو وقف معاك عمر الدقير مشى جرى في حلفه بيركب، الرشيد طوالي جروا، وهو مرته ساق مرته طباها وجروا، ناس خالد سلك طوالي طلعون الدعامه، ناس ياسر عرمان شتتوا، ناس العجوزه النحس، عجوز النحس برمناصر وشتت، ما فضل قحاطي، كلهم جروا. قال لك انت خليك معاه ان شاء الله بركة الله يركبوك، وساقوا نسوانهم واولادهم وجروا، خلوك انت واسرتك وبيدعموا. وبعد كده ما قالوا ده عدوان، ولا قالوا اغتصبوك، ولا قالوا لا بيدعموا فيهم باعلامهم، بيدعموا فيهم بالغطاء السياسي، بيدعموا فيهم بانه قالوا البدا الجيش، مع انه اللعمه والراعي في الخلع عارف البدا المعركه منه، عارف انه البدا المعركه منه، لكن بيدعموا فيهم لانه هن ده الاتفاق انك انت تعمل لي اعلام وغطاء سياسي وغطاء دولي، وانا علي احتل لك. ده الاتفاق، ده اللي قتلوا هنا في دارفور. عشان كده الان بنقول لك اطلع فوض جيشك، خيارك واحد، ضمانك امانك جيشك. ياهو انت شفت بعينك، العالم كله بيتكلم على جيشك،
العالم كله عاجبه جيشك. الجيش ده ما بينكسر ولا بينقدر. الجيش موحد، الجيش عنده القدرة، الجيش عنده أي حاجة، قدم كل حاجة. ما في الآن إحنا مؤسستنا وجيشنا والوطن واحد، الشعبي والمؤسسة واحد. إحنا ما بندعم زول ولا، لكن الجيش ده حقنا. كان جواه كيزان حقنا، كان جواه الترابي حقنا، كان جواه كرتي قاعد لابس فريق أول حقنا. كان قالوا كيزان، إحنا كلنا كيزان. لو الجيش ده كيزان إحنا كلنا كيزان. طالما الكوز بيطلع بيدافع عني حباب الكوز. طيب انت القحاطي اللي تخلي الكوز يدافع، ما تعال شيلوا بنادقكم. انتوا بتتكلموا هسه بتقولوا في ناس بيدافعوا في الشوارع وبيحاربوا. تعالوا شيلوا بنادقكم، تعالوا شيلوا سلاحكم، دافعوا عن الناس اللي في البيوت. تعالوا احمون عشان الكوز ما يحمي. طيب انت ما قدرت تحمي، ولا قدرت تدافع عن شرف، ولا قدرت تدافع عن عرض، وتيجي تقول الكيزان كتايبه نزلت رجال. الان اثبتوا رجالتهم. انت بتثبت انه الكوز بيدافع، معناته الكوز راجل. لو جاء هسه قال لي قحاطي ولا الكوز، بقول له انا الكوز الراجل. الشريف الكوز اقول له انا الكوز الشريف. ما بيان بالعمل. انت ما عملت حاجه، انت عندك لسان ور 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 بس قصه وكذب وطلس. جنجويد من تشاد والنيجر وكل بيت كرعبه هنا وكرعبه هنا، وقدامه مصوريننا هون ذاتنا الجنجويد. الفبركه وين؟ المونتاج وين؟ ده الجنجويد، والدنيا كلها شايفه والعالم كله شايف. منو ده الفبركه؟ انت الفبركه. انت ما قادر تدافع ولا قادر تحمي ولا، وشردت وطلعت برا السودان. الكيزان قعدوا وبدافعوا وبموتوا في الشوارع. منو تاني؟ انا بصدق منو؟ الراجل منو؟ الوطني منو؟ الكوز ده وطني اكثر من القحاطي. والله يا بسوني كلامك حقيقة. الإعلام بتاع جنجويد اللي بيركز في مقام الأول على الإشاعات. هم محترفين زي ما قلت قبل كده، إنه الناس متخصصين. يعني أي محل إذا تخشوا قالوا صوروا فيديوهات قصيرة ورسلوا لنا، بالذات الزول اللي اسمه مالك حسين، زول اللي قاعد في تشات وتابع الحركات. زول ده الآن شغال مع جنجويد. زول ده كان أكبر كوز بالمناسبة. وديل كله مركزين على الميديا، وكله تقارير كاذبة. بس المهم السودانيين كمان عارفين كلهم في الفيسبوك وبيتأثروا. الجيش ما يتجرأ يعمل هدنة وكلام زي ده، عارفين الكلام ده كويس. زي ما قلت أي زول يتجرأ كان عمل هدنة والكلام زي ده، هو ده يتحرك تاني خلاص. وكل هدن ده أصلا بحاول بخارج جنجويد، وأصلا فاتح له منفذ في غرب السودان. فهدنة ما ببقى تاني إن شاء الله. زول ببقى كلام زي ده ما بقى. أما القحاطة ديل تاني كده وكرتم يتحرك، كرتم يتحرك. فالناس تطلع يا اخوانا تفوض قوات الشعب المسلح. انا دائما قاعد اقول القوات الشعب المسلح هو حامل هذه البلد، وما مفترض ما يحتاج تفويض اصلا. فان شاء الله برضه اطلب قول عشان الاعلام يشوفوا. اطلب انه القنوات العربيه الحدث كل القنوات دي اللي تطرد. انا ما اعرف قرارات دي، برهان ما ادري يصدر قرارات دي. يطردوا القنوات دي ويطردوا السفير الاماراتي. يا اخوانا خلي الشعب السوداني اضغطوه شديد. الناس دي كان ضغطوه ما عندهم حل الا يستجيبوا. فإن شاء الله النصر حليف لقوات الشعب المسلح.